بحب يا بابا، بحب يا بابا، بحب يا بابا. المهم، واحد راح يتقدم لعيلة والعيلة دي رفضته اكتر من مرة، بس البنت متمسكة بيه وبتحبه يا بابا، بتحبه يا بابا، بتحبه يا بابا. المهم اتجوزوا، تمام. بقالهم اكتر من 5 شهور والحياة زي الفل. اهلها ما بيحبوش ولا هو بيحب اهلها، تمام. كان رافض فكرة الشغل، بس هي طبعا قعدت تزن عليه لغاية ما نزلها ان هي تشتغل، عشان هو بيغير جدا، بيغير من اي يعني ايه، اي ذكر في الكون، اي حد ذكر كده بيغير منه. وكل الشغل طبعا بيتقابل شباب وبتقابل ناس وبتتعامل مع ناس كتير، فهو طبعا متضايق. كل ده حلو، عادي بيحصل، مش حاجة شاذة. المشكلة بقى ايه؟ ان هي بتقول ان هو كويس جدا، بيحبني انا جدا، بيخرجني كل يوم جمعة، بنتمشى، بنجيب ننزل نجيب طلبات البيت مع بعض. ما بيساعدنيش جوه البيت في اي حاجة غير ان هو بيعمل لي كوباية الشاي اللي قبل ما انام. غير كده ما بيمدش ايده في حاجة في البيت، وانا اللي بعمل كل حاجة. بس هو بيحبني وبيخاف عليا وبيحاول ان هو يشوفني فرحانة ومبسوطة. بيغير بس بيحاول يساعدني ويعمل كل حاجة عشان يساعدني. دي وجهة نظرها، تمام. المهم بقى، هي بتيجي كل يوم بالليل تحس ان هي تعبانة وتحط دماغها على النوم، على المخدة، ما بتحسش بأي حاجة، ما بتقدرش حتى تكمل كوباية الشاي اللي هو بيعملها لها. في يوم كانوا هما نازلين يعني نازلين خارجين مع بعض، لقوا المطرة مطرت، فهو تعب وجاله دور برد، فهي راحت تدخل علشان تعمل له كوباية الشاي او حاجة سخنة وتجيب له دواء، تمام. فتحت من مكان الأدوية، لقت منوم، علبة منوم. وهما الاتنين مفيش حد فيهم اصلا بيستخدم منومات، ولا اللي هو عنده أرق يعني ما بيعرفوش يناموا عشان يبقى فيه هنا منوم. ساعتها قلقت كده، انا مش فاهمة والمنوم ده بيعمل ايه هنا، بس ما رضيتش تسأله. ماشي. المهم بقى، هو ورغم ان هو تعبان ومش قادر ومعرفش، دخل عمل لها كوباية الشاي، طبعا حط فيه المنوم. هي شافته، هو بيعمل كده ليه؟ هو بيحط لي منوم في الشاي كل يوم ليه؟ انا مش فاهمه فيه ايه. طب اشرب الشاي ولا مع اعمل ايه؟ طيب راحت اداها كوبايه الشاي. هي السجاده بتاعتها تقيله، اللي هي بتشرب الميه، تمام. فراحت دلقت نص كوبايه الشاي على السجاده، وراحت عملت نفسها نايمه. وبعد كده قعدت شويه شويه كتير، قالت طب هو بيشربني ليه منوم طالما مفيش حاجه انا يعني، ولا يعني انا مش فاهمه هو بيعمل ايه. هينزل يخني، هيسيب لي البيت ويمشي. طب الافكار عماله تودي وتجيب في دماغها. ايه اللي حصل؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو بيخني، بيكلم بنات من ورايا، عايز مني ايه؟ احنا علاقتنا كويسه، احنا لسه متجوزين جديد وحياتنا حماده بالجنزبيل وكله زي الفل. ايه اللي بيحصل بقى؟ لقيته فجأة راح قرب منها قبل ما تنام، وقعد يقول في طلاسم او حاجات غريبة. هي ما حستش بأي حاجة وراحت نامت. طب هو عمل كده ليه؟ طب هي ايه الطلاسم دي ولا ايه الكلام الغريب اللي قعد يقوله ده؟ هو عامل لي عمل ولا عامل لي سحر ولا عامل لي ايه؟ انا مش فاهمة والله يا بنتي، ولا احنا فاهمين. المهم، بتقالت لي اللي هي نزلت تاني يوم الشغل عادي، وراحت جابت كاميرا صغيرة وراحت حطيتها في النجفة اللي في اوضه النوم بتاعتهم. ما هي عايزه تعرف بقى هو ايه اللي بيحصل، هو بيعمل ايه، ولا ايه الطلاسم، ولا هو عامل لها عمل، ولا ايه الدنيا، عشان انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، ومش فاهمه هو ليه بيعمل كده، ولا ايه دنيته، ولا النيله اللي هو بيهببها ده.
هي كل هي عارفاه انه هو بيحبها، المفروض ان هو بيحبها. هو بيعمل ايه؟ انا مش فاهم. المهم حطت البتاع من فوق، وجه اليوم بالليل عمل نفس النظام، كوباية الشاي بتاعت بالليل. المهم عملت نفس الحركة، رمت نص كوباية الشاي على السجادة. عمل نفس النظام، وهي خلاص كانت هتنام لقيته بيقول لها طلاسم، فراحت برضو نامت خالص وما حسيتش بأي حاجة. تاني يوم هو نازل الشغل، راحت هي جابت الكاميرا ومشغلاها. بعد ما اتأكدت ان هو مشي بالعربية بتاعته خلاص راح شغله، هي أجزت من الشغل وفضلت قاعدة في البيت، وجابت الكاميرا وقعدت تتفرج عشان تعرف هو ايه اللي بيحصل بعد هي ما بتنام، ولا بيغمى عليها، ولا اللي هو بيعمله ده بيعمل ايه. هو يكون مريض، يكون في حاجة، يعني حاجة مش طبيعية، احنا حياتنا كويسة، ده المفروض هي بتقول كده. لقت مصيبة وكارثة. مصيبة والله العظيم، دي ما ينفعش تقال عليها غير مصيبة. انا مش عارفة ازاي بني ادمين بيعملوا كده، بس تمام. المصيبة دي عبارة عن ايه بقى؟ البيه بيتحكم فيها مغناطيسيا، بينيمها مغناطيسيا. كل يوم بيقول لها، بيعرف انت عملتي ايه في الشغل، قابلتي مين، قابلتي زيد عبيد، ايه الدنيا، اتعاملتي معاهم ازاي، انت بتحبيني انا، لازم تعاملي صحابك في الشغل وحش، تعاملي اهلك وحش، اهلك ما بيحبوكيش، انا بس اللي بحبك، انا بس اللي بعشقك وانت بتعشقيني، انت بتحبيني، انت ما تقدريش تعيشي يوم من غيري، ما تقدريش تاخدي نفس وانا مش موجود، انت وبيتحكم فيها، وبيزرع في دماغها افكار ان هي ما تقدرش تبعد عنه بالحاجات اللي هو بيقولها في دماغها دي. بقى مترسخ جوه دماغها خلاص ان البني ادم ده حبيبي وانا ما اقدرش استغنى عنه، وكل الدنيا دي. هو في كده؟ هي ما بقتش قادرة تفهم هو بيعمل كده ليه، وكل يوم بتعمل فيا كده، وكل يوم بتخليني اعمل الناس وحش، بتخلي اهلي يكرهوني، بتخلي كل الناس اللي حواليا مش عايز تخلي حد حواليا خالص، ولا صحاب ولا اهل ولا اي حد. انت ليه بتعمل كده؟ انا بحبك. طب يا ترى الحب اللي انا بكنهولك ده، الحب ده عبارة عن حب بجد، ولا انت اللي دخلته في دماغي وخلاص؟ هي ما بقتش فاهمة، وبعد يعني نفسها تعرف ايه المفروض تعمله، ايه الحل فعلا اللي هي تعمله. من وجهة نظري انا الشخصية والله العظيم، لازم تروحي لدكتور او دكتورة نفسية كويسة، اخصائية، وتحكي لها المشكلة دي عشان هي تلاقي لك حل في حوار التنويم المغناطيسي اللي هو بيعمله ده. وانتي لازم تبعدي عنه فترة، يعني تاخدي شنطتك وتروحي بيت اهلك، تقعدي تفكري لوحدك بعيدا عن اهلك. اهلك كده كده هم كارهينه وكارهين سيرته وكارهين عيشته وكارهينه ومش طايقينه وبيحاسبينه فيه، بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ده كده كده تمام. اهم حاجه بس ان انتي تفصلي خالص بعيد عنه عشان تعرفي تفكري، ودماغك تبقى صاحيه للكلام، دماغك تبقى فاهمه ايه هي عايزه ايه. ومش هتعرفي تعملي كده طول ما هو جنبك، مش هتعرفي اصلا تاخدي نفسك طول ما هو جنبك وبيعمل الحاجات دي. هو كده بني ادم مش سوي، ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه فيكي، ما عندوش ثقه في حد. هو شايفك عباره عن لعبه ماريونيت، هو بيحركها زي ما هو عايز، واحنا مش كده، ما ينفعش تكوني كده. انتي ذات نفسك اصلا مش عارفه اذا كنتي بتحبيه ولا لا بعد كل اللي حصل ده واللي انتي شفتيه. ما هو ممكن يكون ناومني مغناطيسيا قبل ما نتجوز، او معرفش ايه هو اللي خلاني احبه وانا مش بحبه. انتوا فاهمين هي بدأت توصل لدماغها في ايه؟ وانتوا لو عندكم رأي تاني اكتبوا في الكومنتات عشان يعني نساعد بعض. يعني انا من رأيي ان هي تروح لدكتور نفسي متخصص في الموضوع ده يساعدها، ده رأيي.
و... وتحاول تبعد عن كل الناس اللي حواليها، سواء اهلها سواء هو، عشان تعرف تاخد قرار صح. بس بالمنظر ده البني ادم ده مش هيسيبها لوحدها. البني ادم ده اصلا يعني مش هيسيبها تخرج بره باب الشقه لو عرف ان هي عرفت كل اللي هو بيعمله ده. والله العظيم يعني انا مش فاهمه دماغه بتشتغل ازاي، يعني فيها ايه الدماغ دي، فيها ايه؟ ربنا يستر علينا يا رب.